السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جبت لكم شنط الكيبلينج اللي كنتوا طالبينها مني. معايا هنا مجموعة شنط حلوة قوي. كيبلينج طبعا زي ما بقول دايما غسيل ومكوى. الشنطة دي ما شاء الله كبيرة جدا، تنفع في السفر، في رايحين النادي، رايحين اي حتة في محتاجين فيها حاجات كتيرة. الشنطة دي تحفة. شنط الكيبلينج دي ميرور اعلى درجة في السوق، نازل منها برضو كواليتي اقل، بتبقى اخف بس حلوة، ما بتزعلش يعني. آم، الشنط دي جميلة قوي. الكيبلينج ما بيجرالهاش حاجة، ميزتها انها بتخش الغسالة. الشنطة دي كمان ظهر، يعني هي زي ما بنقول 3 في 1. هاند باج وتلبس كروس وبتتلبس ظهر بأي شكل بقى. بص تفاصيلها من جوه نفس تفاصيل الاوريجينال بالظبط. الشنطة ذات نفسها بتحسوا ان هي خفيفة، بس هي تقفيل ممتاز. كواليتي نفسها في كابل يو اس بي، تحفة جدا. انا بالنسبة لي ابل كيبلينج دي بالذات الكواليتي دي بقت غالية، بس بتعيش العمر كله طبعا اللي جربها. ده موديل تاني كروس بس بقى، مش مفهوش هاند باج ولا اي حاجة. بصوا كام سوست فظيعة. دي احسن شنطة للشغل، يعني في منها طبعا سادة وفي منها مشجر. احلى شنطة للشغل، بتستحمل كتير جدا. لو اتقطعت هتتخيط لان هي مش جلد. دي جميلة جدا. دي برضو هاند باج. كل شكل منهم في الوان كتير. طبعا يعني عايزة اقول لكم ان انا اكتشفت ان في ناس عشاق الكيبلينج ما بيلبسوش غيرها، زي ما في ناس عرفت ان هم برضو الديزجوال بالنسبة لهم شنط مهمة جدا. دي جميلة صراحة الشنط دي. ميزتها فيها سوست كتير، بتستحمل زي ما قلت لكم، بقعت هتتغسل. آه، مش هيجرى حاجة، مش هيجرى اي حاجة منهم. طبعا برضو كل حاجة حسب الكواليتي بتاعتها، وحسب جايباها ميرور ولا جايباها. في على فكرة برضو صيني جميلة يعني تقليدها، بس جميلة جدا. بس بتبقى الدراع اخف شوية. تمام. بصوا بقى دي ممكن تلبسوها يعني ظهر، وطبعا كروس، وطبعا هاند باج. معروفة طبعا الكيبلينج بألوانها الخطيرة. الشنطة دي تحفة. في منهم شجر وبيبقى في منها سادة، بس اللون ده بالذات والمشجر ده، اللون ده بالذات ده بيبقى الترند دايما. بس بتبقى مختومة وكل حاجة. ما شاء الله شايفين كام سوستة. اي حد هيعجبه حاجة يبعتها لي على الواتساب، ابعت له الالوان المتاحة منها والمقاس. تمام وسعرها. تمام. لكل حاجة فيها غالي وفيها اقل، خلينا متفقين. تمام. اللي في الفيديو ده كله الصراحة ما شاء الله هو غالي، يعني اسعاره غالية. في منه بقى الاقل. تمام. بس مش زي دي خالص، ملهاش علاقة بدي خالص. الشنطة دي كمان دي تقيلة ودراعها تقيل ما شاء الله. شنطة محترمة جدا. تقفيلها تحفة والوانها جميلة، البيج واللون الزيتي والاسود من اكتر الالوان الاقبال. ما شاء الله شنطة جميلة جدا. طبعا انا مش مفيش تفاصيل اكلمكم عنها على كل شنطة وبتاع، لان هي مليانة سوست. هي سوست في كل حتة، مش سايبين ما شاء الله. هي جميلة جدا في الشغل، ما في النادي. شنطة كاجوال في اي حتة معاكي صراحة مبتزعلش. واشكالها تحفة كلها. لو في موديلات تانية عايزة تشوفيها في موجود برضو. انا بس حبيت ايه اوضح لك الفكرة. شايفين التقفيل؟ شايفين الفانيس؟ شايفين السوست؟ الحاجات دي كلها في منها بس درجة تانية. اللي في الفيديو ده كله بس درجة اولى. وريتكم كل الكروسات بكل احجامها. الكروس ده برضو ده الكروس المعقول، اصغر من كده بيبقى صغير. بس اللي يحب الكيبلينج فئة معينة، اللي هم بيروح الشغل او بيروح النادي، يعني مش اللي هم بتوع الثانوي والكليات، لا ما بيجيش معاهم الكيبلينج قوي الصراحه. الناس اللي فاهمه بقى وكده هي اللي تعرف تجيبها. عايزه اقول لكم احلى شنط مدارس، احلى شنط مدارس شنط الكيبلينج. بس الكواليتي دي برضو، يعني الشنط بتاعت المدرسه بتاعتهم بادئه من 1000. تمام. من اول نقول 900 مثلا. تمام. الدراع مبطن تقيل،
الشنطة مليانة سوست، بتستحمل لو الكب فيها مية مش هتزعل عادي، هنشرها وخلصت الدنيا خالص. احلى شنط وبتعيش سنين، يعني انت يعني هتستغني عنها لو لما تزهقي. اتقطعت بقى اتبهدلت عادي تروح عند اي خياط وتتعمل ولا هتبان. هي دي الميزة الصراحة، شنط الكيبلينج دي بجد بتعيش جدا ما شاء الله. هي عيبها بقى، عيبها بس برضو ده حسب الكواليتي، ان الدراع بس لو اتنتش، حسب بقى، ينسل او تبقى ناتشة، بس هو العيب بس ان الدراع ممكن يتنتش. يعني شنطة كروس صغيرة معاها. ودي بتاعت الكوينز. في حاجات حلوة قوي والله، في شنط تانية احلى من دي كمان. ما شاء الله. والله شنط جميلة. انا مش بقنعكم على فكرة، بجد الحاجة عجباني، اعمل ايه مش عارفة. بجد حلوة قوي. بحب الحاجات اللي تكون مصروف عليها وحلوة قوي. ان شاء الله يعجبكم، جميل. تمام، هستنى رأيكم، هستنى لايكات، هستناكم تقولولي محتاجين ايه او عايزين تعرفوا على ايه، من باب الاستفسار، حتى لو تطلبوها من اي حتة، ديكوا بتتفرجوا وبتاخدوا فكرة. تمام. الحاجة حلوة قوي ازاي. تمام، واشوفكم الفيديو الجاي مع حمزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.